نعمل ايه في اخر اسبوعين في السنة؟ اخر اسبوعين في السنة دول مش مرحلة عادية، دول مرحلة انتقال. يعني انت لا خلصت السنة القديمة بالكامل ولا دخلت للجديدة، وعشان كده الاحساس في الوقت ده بيبقى تقيل، ملخبط، ساعات تحس ان انت مرهق من غير سبب واضح. الغلط بقى اللي ناس كتير قوي بتقع فيه ان هي بتحاول تنجح في اخر السنة، تحط اهداف وتضغط على نفسها وتفضل تضغط، مع ان الطاقة في الفترة دي مش طالبة ده خالص. الطاقة بتكون طالبة حاجة أبسط وأهم، وهي التقفيل واعي للسنة. فأول حاجة تعملها في آخر أسبوعين إن أنت تبطأ، مش توقف حياتك لكن تقلل السرعة. لما الإيقاع بتاع طاقتك يهدى العقل بيبتدي إن هو يسمع، جسمك نفسه يفك أي شد. أي محاولة إن أنت تزق نفسك في الفترة دي هترجع عليك بتعب أكتر من النتيجة اللي أنت هتوصل لها. تاني حاجة، راجع السنة اللي فاتت بس من غير ما تحكم على نفسك. ما تسألش نفسك عملت ايه غلط، اسأل نفسك انا اتعلمت ايه، ايه اللي هيكمل معايا، وايه اللي واضح ان هو استنزفني، وايه اللي ما ينفعش ان هو يدخل معايا للسنة الجديدة. ده تطلعه فورا من حياتك بقرار قوي. المراجعة هنا وعي، مش ان انت تحاسب نفسك. تالت حاجة، اقفل اللي مفتوح، مش كل تقفيل محتاج مواجهة كبيرة منك. ممكن حاجات تقفلها بقرار داخلي، علاقة خلصت سلمها وانهيها واقفلها واعترف بده. في حاجات ان انت تاخد فيها قرار داخلي هيكون افضل ما انت تحاول تصلحها مرة تانية. رابع حاجة، نظف المساحة اللي حواليك. المكان اللي انت قاعد فيه بيأثر على طاقتك بدون ما تحس. حاجات قديمة، هدوم، ورق، شات على الموبايل، صور، اي شيء انتهى خلاص دوره انتهى بالنسبة لك سيبه. اي تنظيف هو تنظيف لطاقتك. خامس حاجة، راجع كلامك، كلام اللي احنا بنقوله على نفسنا اخر السنة. انا ضيعت، انا قصرت، انا ما وصلتش. الجمل دي مش هتساعدك، ما تقولهاش. الصمت في المرحلة دي هيكون احن بكتير، ما تخليش الكلام ده يجي على بالك. سادس حاجة، ما تخشش السنة الجديدة باهداف تقيلة. يعني اختار هدف واحد تعيشه بهدوء، بثبات، بوضوح، بخفة. الاحساس ده هيبقى البوصلة بعد كده. يعني القرار اللي انت هتاخده او الهدف اللي هتحطه هو البوصلة لأي قرار أو أي أهداف هتاخدها الفترة اللي جاية في السنة الجديدة. قلل الزحمة من حياتك، لأن الزحمة دي هتعمل لود على الجهاز العصبي بتاعك. مواقف، ناس، آراء، حاجات اتقالت لك، أي حاجة، قلل كل الكلام ده. ما تدخلش السنة الجديدة وانت شايل سنة قديمة على ظهرك، لان انت كده بتدمر طاقة السنة الجديدة. التسليم وان انت تسلم كل شيء وتسلمه بوعي هو مش ضعف. اخر اسبوعين في السنة مش عشان تعمل فيهم اكتر زي ما ناس كتير بتعمل، لكن عشان تبقى اخف. وكل ما دخلت السنة الجديدة وانت اخف النتائج الايجابية بتظهر من غير ما تحارب ومن غير ما تبذل مجهود اكبر. السنة الجديدة مش محتاجة مجهود عنيف، محتاجة ان انت تعمل محاذاة لامورك من قبل ما تبدأ، عشان لما تبدأ تحقق فيها الانطلاقة.